أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. يلا بينا نسمع القصة الجميلة. النهارده في برنامجنا كاتب وكتاب، وعندنا قصة جديدة هنحكيها مع بعض. بس قبل ما نحكي القصة لازم أرحب بأصدقائي اللي جايين معانا النهارده. أنت اسمك إيه؟ فريدة. أهلا وسهلا يا فريدة. صديقتك التانية اسمها إيه؟ أيسل. أيسل، اسم جميل قوي يا أيسل. أهلا بيكم، وأتمنى إن أنتوا تكونوا معايا النهارده مبسوطين مع المغامرة دي أو القصة ديت. النهارده القصة بتاعتنا اسمها زهرة الحب. أنتوا بتحبوا الورد؟ بتحبوا الورد؟ أنتوا قبل كده عندكم زرع أو حاجات زي كده؟ عندك زرعة ايه؟ احنا عندنا زرع يعني. عندكم زرع؟ طب ده شيء جميل قوي. انا كمان بحب الزرع على فكرة. انت بقى بتسقيه وتراعيه وكده، بس اوعي تسقيه كل شوية. ليه؟ لان ممكن هو كده يتعب. برافو عليك، انت دي خبيرة اهو خلاص في الزرع. انت اكتر زرعة بتحبيها ايه؟ الورد ولا الفل ولا ايه بالظبط؟ تحبي ايه؟ لا الورد. الريحان؟ الورد؟ عشان انت وردة جميلة قوي على فكرة. طب انت بتحبي ايه؟ بتحبي ايه في الزرع؟ الفل. انت فله جميله خالص. تعالوا بقى نعرف قصتنا النهارده عن الزهره دي. الزهره دي كانت في محل الورد. كانت فين؟ في محل الورد. وكان دايما الناس يدخلوا محل الورد هم يشتروا ورد. بس الورده دي كان عندها حاجه غريبه جدا جدا هنعرفها. طبعا في ناس كتير بتدخل محل الورد، لكن مش بالضروره ان كلهم بيحبوا يكون عندهم ورد. ازاي بقى؟ واحد رايح فرح فيقوم يقول للراجل بتاع الورد اعمل لي بوكيه ورد. انتوا عارفين الناس اللي مش بتحب الورد ممكن تعمل ايه؟ تاخده وتقطعه في الشارع او ترميه. لكن اللي بيحب حاجه بيعمل ايه يا ولاد؟ بيحافظ عليها. انت لما بيكون عندك حاجه بتحبيها بتدوسي عليها ولا بتحافظي عليها؟ برافو عليكي. فطبعا الورده دي كان نفسها، هي عايزه لما تروح عند حد يكون بيحبها. هي طبعا عارفه ايه؟ هي طبعا واقفه هي في المحل اهي، ففجاه دخل المحل راجل ضخم وبيتكلم بغرور، وقال للراجل بتاع محل الورد انت لو سمحت هات لي يلا شويه ورد في بوكيه وخلص بسرعه. طبعا هي ايه؟ شايفاه بيتعامل بغرور، فقالت ايه؟ انا مش عايزه اروح مع الراجل ده، انا مش عايزه الراجل ده ياخدني في باقه معينه، مش عايزه اروح عنده. انا نفسي اروح مع حد يكون بيحب الورد اصلا، لانه لما بيكون بيحب الحاجه دي هيحافظ عليها. هي لاحظت حاجه غريبه قوي. لاحظت ولد بيقرب من المحل ويحط دقنه كده على الازاز ويبص على الورد. هي كانت مستغربه جدا. عارفين ليه؟ لان دايما الصبيان والولاد بيحبوا يلعبوا الكوره، يطاردوا القطط او الكلاب، لكن مش دايما، قليل قوي من الولاد الصبيان بيحبوا ان يمسكوا الورد. بس في اليوم ده هي لقت ولد قد 12 سنه كده مثلا، قاعد كل شويه يبص على المحل، يبص على الازاز، بيبص عليها وهي جوه الفاترينا. فالمهم هي ايه؟ والبخار بتاع انفاسه كده يجي على الازاز، اندهشت جدا ان هو قد ايه متيم بيها وبيحبها. المهم ايه؟ الولد ده قال ايه؟ انا بحب الورده دي، انا هعمل ايه؟ انا معايا مصروفي، ممكن اجيب جزء بيه اكل وجزء بيه اجيب ورده. فالمهم راح للراجل وقال له ممكن يا عم تاخد نص المصروف بتاعي وتديني ورده؟ قال له لا مش هينفع، لا اما تدفع حقها لا اما بلاش. فالمهم ايه؟ فراح مرضاش ياكل وزعلان وراح مدرسته. طبعا قعد مع اصحابه واليوم طويل في المدرسه. حصل له ايه الولد؟ بطنه وجعته. هو مش اغمى عليه قوي، هو كان مجهد وتعبان وحاسس انه سخن شويه كده ومجهد. المهم قال خلاص طالما انا نفسي في الورده، طيب انا هعمل ايه؟ انا هروح بعد المدرسه كده. قال ايه؟ الفطار، فلوس الفطار بتاعي هي كامله، انا هروح اديها له واخد الورده ديت. وفعلا خلاص راح للراجل. حصل مفاجاه. تتخيلي ايه اللي حصل يا ايسين؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في حد تاني في المحل. عمل ايه؟ كانت بنت الراجل، بنته رقيقه لطيفه جدا. قالت له انا ملاحظه ان انت دايما تيجي تبص على الازاز على الورد اللي عندنا. وهو دلوقتي طلع لها الفلوس. تتخيلوا هي هتعمل ايه معاه؟ تديها له ببلاش. برافو عليكي،
برافو عليكي. هي عايزه تديله هديه، وساعات نلاقي كده حد هيحافظ على الحاجه، فطبعا ايه نقوم ايه مدين له الحاجه ديت. فهي قالت له انت بتحب الورد وانا حبيت حبك للورد. شفت ممكن موقف نبيل من حد نعمله مع حد يسعدنا جدا ازاي؟ انت عملتي موقف نبيل مع موقف لطيف مع حد عملتيه قبل كده؟ ساعات يعني كنت بعطف على الغلابة. ساعات تعطفي على الناس المساكين، برافو عليك. ممكن تعملي ايه؟ بس يعني مثلا ممكن تديله جزء من مصروفك او مصروفك، عملتي كده احيانا؟ جميل. وممكن لو صاحبتك معاكي في الفصل ومثلا ما جابتش مثلا فطار معاها النهارده، ممكن تديها جزء من فطارك. ده موقف نبيل. عملتي ايه؟ انت عملتي ايه؟ انا كل يوم صاحبتي بتنسى الاكل بتاعها وبديها سندوتشات. لا بس بلاش كل يوم دي، لان مش معقول كل يوم هي مش معاه. بس طبعا يعني يعني نعمل ايه؟ نقسم الدنيا بالعدل شويه. يعني انت تديها جزء من فطارك مش كله، لكن انتوا تاكلوا مع بعض لحد ما نشوف هي ليه كل يوم. يمكن عندها ظروف في البيت هي مش بتجيب فطارها. بس طبعا ده موقف نبيل جدا طبعا. برضه بساعد ناس الغلابه. ايه؟ برضه بساعد. برافو عليك ان احنا نساعد الناس الغلابه. طيب احنا كمان اكيد صاحبتنا دي اللي معانا في الفصل لما تجيب حاجه في يوم طبعا هي هتعزمني عليها، صح؟ لان لازم ناخد وندي، ما ينفعش ندي على طول واللي قدامنا ياخد بس، الا اذا كان فقير وعلى قد حاله، صح؟ المهم راحت بنته بقى ايه، بنت الراجل ده عملت حاجه جميله خالص. راحت قايله له بص الورده دي هديه مني ليك، الورده دي هديه مني ليك. المهم الولد مش مصدق نفسه، خد الورده هي ايه وجري ايه على البيت. طبعا المشوار طويل وكان في الحر، فالورده كانت دبلانه شويه. ممكن نعمل لها ايه عشان تنتعش؟ جاب ميه وحطها عليه. برافو عليكي، نحط للورده ميه. جميل. ايه كمان ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحط لها شويه سكر صغيرين كده، تديها شويه طاقه شويه. شفتوا بقى هو بيحبها ازاي؟ لما عمل كده الورده ابتدت تنتعش شويه فعلا، وكانت والزبون اللي عندها بقى يعني اختفى. طبعا ايه، بصوا بقى هو كان سعيد ازاي بالورده. شفت صديقنا كان سعيد ازاي بالورده، وشفت الورده بقت ناضره ازاي. المهم ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ دلوقتي هو كانت مبسوطه جدا ان هو خدها من المحل، وان هي راحت زي ما تمنت فعلا عند حد بيحبها. فهي قالت ايه، انا لازم املاه له الغرفه بتاعته ريحه جميله. الورد بيدينا ايه يا ولاد؟ بيدينا ايه؟ ريحه جميله. ريحه جميله. وانا هخلي بس هي لاحظت حاجه بقى، ان الولد ده كان حاسس بالارهاق وبالتعب، لان هو عمل حاجه كده ايه ما كانتش صح قوي، اللي هي ايه؟ اللي هو دفع فلوسه كلها على الورد. هو كمان مفطرش. احنا صغيرين لازم يبقى معانا بنزين كده قبل ما ننزل البيت او نروح المدرسه، وعشان نفهم كويس لازم نحافظ على فطارنا. ما ينفعش ما نفطرش، لازم نفطر. هو طبعا عمل ايه؟ كان عاوز حاجه، كان ممكن يحوش جزء النهارده ويحوش جزء بكره ويجيب الورده، لكن هو مفطرش حاجه خالص وراح جاب بيه ورد. ده برضو يعني ايه، كان ممكن ايه يقسم المساله شويه. المهم حصل ايه بقى، ان هو بعد ما روح البيت وحطها في الميه كان مرهق جدا وتعبان، وحس ان هو ايه عيان شويه. الورده لاحظت المنظر ده فقالت ايه، انا زعلانه جدا عليه، لكن انا هفضل اديله من الحاجات اللي انا بعملها في الغرفه من العطر الجميل، واديله من طاقتي كده عشان يبقى صحته احسن. عشان خدوا بالكم بقى من الحته دي، احنا لما بنلاقي الحد عيان بناخد له ايه؟ كور معانا وزمامير وكده، ولا بناخد له ايه؟ بتاخدي زمامير وكور عند حد عيان؟ لا ده كده حرام عليك. لا بساعده يعني بفرحه علشان ما يبقى. بس خدي بالك انت كده ممكن ترهقيه شويه. احنا ممكن نجيبها له بس ايه، نقول له ايه لما تخف العب بيها، لكن ننقي حاجه تانية اهدى شويه. يعني ما نجيبلوش الكوره ونقعد نتنطط ونخبطها في الحيط، يلا قوم بقى خليك كويس. هو طبعا شعورك جميل ونبيل، بس دي ما تنفعش العيان قوي. نعمل له ايه؟ كتير من الناس بيروحوا للمريض بظروف ايه؟ بيشيلوا ايه معاهم؟ اكل وكمان دواء.
ودواء، بس خلي الدواء ده هو بيجيبه لان هو عارف، هم الاسره بتاعته عارفين ايه الدواء بتاعه المناسب. احنا ممكن هنجيب له ازاي؟ ممكن نجيب له حاجه مش مناسبه ليه. نجيب له ايه كمان؟ ميه، هم عندهم اكيد ميه. ممكن نجيب لهم عصاير. ممكن نجيب له ايه؟ نجيب له ايه؟ ورد. ورد او فاكهه. الورود جميله جدا لزياره المرضى. بتعمل ايه الورود يا ولاد؟ بتدخل السرور على قلب الناس، فيها جمال كده. ولما بتدخلوا بندخل حاجه فيها جميله على الناس اللي بنزورهم، بيستمتعوا. انتوا تعرفوا كمان احنا بناخد ثواب لما بنزور المريض؟ تعرفوا المعلومه دي؟ بناخد ثواب لما نزور مريض. المهم ايه؟ برضه انا لما اكون عيانه اي حد بيجي لي يجيب لي اي حاجه معاه. طبعا لما بيكوني الواحد انت تعبانه او اي حد، وربنا يعافينا كلنا يا رب، بتكوني سعيده ان هم زاروكي. شفتوا زياره المريض مهمه ازاي؟ لما الولد صحي من النوم، ايه اللي حصل بقى؟ كان في اتم صحه وعافيه، كان في اتم ايه؟ صحه وعافيه. لكن يا ترى ايه اللي جنبه بقى؟ دبلان. برافو عليك، الورده كانت دبلانه. دلوقتي والولد ده اخذ الورده بتاعته وحطها في كتاب، ودي هيحتفظ بيها كذكرى لحد قد ايه كان بيديله حاجات جميله وريحه جميله وصديقه جميله جدا الزهره اللي هو ايه قابلها ديت. اتمنى تكون القصه بتاعتنا عجبتكم في حلقه كاتبوا كتاب، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. خلصت كده حلقتنا من برنامج كاتب وكتاب، يا رب تكونوا استفدنا.